واش بصح المفكر والمناضل على الفاسي كيتعتبر خان الوطن ديالو لكونه يتنازل وتساهل في بعض المفاوضات لصالح المستعمر، على الرغم من كونه واحد من ابرز مؤسسي حزب الاستقلال. لكن كاين المنتقدين كيعتبروا بعض المواقف ديالو انها كتبرر عن توازن بين المحافظه على الاستقلال والظروف السياسيه واللي كانت معقده بزاف كان المغرب كيواجهها تحت الاستعمار الفرنسي. من بين الاسباب عاوتاني هو التعاون مع النظام الملكي. التعاون مع النظام الملكي كيضر بمطالب الاستقلال الشعبي، وهذا الشيء اللي غيتسبب في التنازل عن بعض الحقوق الوطنيه على ود مكاسب سياسيه محدده. هذا الشيء ماشي جديد علينا، وفرضا كان بصح في ذاك الوقت فرح على الفاسي كيبقى شخصيه محوريه في تاريخ المغرب، واحد من ابرز مناضلي الاستقلال، وحيت اجتهد بزاف لهاد البلاد في المقاومه ديالو ضد الاستعمار. عادي اي عالم ومفكر عنده منتقديه، اعظم بشري في هذا الكون الرسول صلى الله عليه وسلم عنده منتقدين، فما بالك بعلماء ومفكرين. رحم الله عبدا حارب الفساد والظلم في هذه البلاد سواء بالعلم او بالسلاح.